السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. انا النهاردة جاي بص، ممكن امسك ورقة وقلم او يمكن ما امسكهمش اصلا، بس ممكن اوضح لك على الجهاز ده ويمكن ما استخدمهوش لو الكلام طول بينا وكده. طيب، ازاي تخطط للعام الدراسي الجديد؟ يعني ازاي انا كطالب او كشخص قاعد على وجه الارض ده كله، ازاي اخطط للعام الدراسي الجديد او للسنة الجديدة اللي انا داخل عليها او لاي حاجة؟ اهم حاجة بانك انت داخل على سنة جديدة خلاص يبقى لازم تخطط لها. طبعا معظمنا بيخطط لها ان كان طالب، انا عاوز اتشطر، عاوز اذاكر، عاوز اخد دروس اونلاين، عاوز مثلا اخد دروس مع الاستاذ محمد، الاستاذ علي، الاستاذ علي برضه، مفيش مشكلة. وفي منا اشخاص شغالين في شركات ومصانع بيقول لك انا السنه الجديده هبدا اطالب براتب زياده، هبدا اطالب بحاجه جديده، هبدا اطور من مهاراتي. وفي نوع من الاشخاص بيقول لك انا بدايه السنه الجديده عاوز اسافر على تركيا ومصر والمانيا، واروح والف العالم كله مش عارف ايه وكده. فطبعا بينقسموا القسمين. في عندك قسم يعني الناس اصلا بتغفل عنه. يعني لما اجي اسالك كده احلامك السنه الجديده في 2026 ايه هي؟ هتقول لي ان شاء الله هلف العالم كله، باذن الله هحاول اني احسن مهاراتي، ان شاء الله هعمل مش عارف ايه. تمام ماشي، ده كله باذن الله وان شاء الله هتعمله، بس هل انت فعلا بتعمل ده كله؟ هل انت فعلا لفيت العالم زي ما انت كنت قايل لي؟ اكيد لا. طيب، فبالتالي المطلوب منك او الحاجه اللي الكل بيغفل عنها هي الاهداف والاحلام. يعني بص، في هدف وفي حلم. الحلم انه انا اسافر العالم كله، الحلم ان انا الف العالم كله في نص ساعة، اركب كده زمنية، حاجة زمنية وتخليني الف العالم كله في نص ساعة. الهدف انه انا مثلا موظف في شركة، محتاج اني اطالب بزيادة بالراتب السنة الجديدة، ده هدف. انا موظف في شركة محتاج اني اطور من مهارتي من عامل لمدير انتاج مثلا. انا مثلا طالب مدرسة، محتاج اني اقوي مهاراتي في التعلم، محتاج اني اخد دروس عند الدكتور علي والاستاذ محمد والاستاذ سلمى والاستاذ عبده والاستاذ يوسف. طيب، علشان كده انت بتغفل عن الاهداف والاحلام. فبالتالي لما تيجي تضع لنفسك خطة بتقول أنا هلف العالم ده كله، يعني ما بتقسمش الورقة لأهداف وأحلام. يعني اعتبر دي ورقة هي، بتعملش خط كده بتحط هنا الأهداف وهنا الأحلام. بالتالي لا، بتقوم جاي حاطط كله في كله. بتقول أنا السنة الجديدة هلف العالم، هعمل قناة على اليوتيوب مش عارف إيه. طيب، أنا هديك مثال بسيط كده كطالب مدرسة أو كموظف في شركة او كست بيت قاعده او اي حاجه. دلوقتي انا عايزك تجيب ورقه او قلم، انا هتكلم وانت سجلي من ورايا، لان بصراحه يعني مفيش معايا الوقت ان انا امسك ورقه او قلم واسجل واجيب الكاميرا واعكس الكاميرا، فاستحملوني وربنا يوفق الجميع. بصي او بص، دلوقتي انا عايزك تجيب ورقه بيضة وتاخد بيها خط من النص وتحط على اليمين الاهداف، على الشمال الاحلام. هدفك ايه؟ هنبدأ معاكم. هدفك ايه؟ هدفي السنة الجديدة إني أتعلم طبخات جديدة أطبخها لجوزي وعيالي. هدفي السنة الجديدة إني أعمل تغيير كده في نظام الشقة عندي. هدفي إني أفتح قناة على اليوتيوب وأنزل على محتوى روتيني. وهدفي إني السنة الجديدة أطلع الأشخاص دول كلهم اللي قاعدين في بيتي دول، العيلة يعني بشكل عام، العيال وجوزهم أو العيال وأبوهم، اطلعهم في رحله مثلا، او نطلع كلنا رحله. ده هدف، انه انا محتاج السنه الجايه اطلع رحله، محتاج اسافر على دوله معينه، محتاج اعمل حاجه معينه. طب الحلم بقى، احلام السنه الجديده انه جوزي يشتغل ويشتغل على نفسه ويضغط نفسه شويه، وانا برضه اشتغل واعمل مخللات وابيع علشان نقدر نشتري شقه في القاهره او بيت او عماره او فيلا. ده اسمه حلم. حلمي ان السنة الجاية نشتري بيت احلى من ده، حلمي انه نشتري وليكن فيلا، نشتري مدينة نصر، نشتري مش عارف مين زي كده. هدفي انه السنة الجديدة افتح وليكن حساب بنكي. انت كطالب مدرسة، احلام واهداف.
هدفي اني ازود مهارتي في الانجليزي، في العربي، هدفي اني اقدر اعمل مخطط امشي عليه زي نظام اتبع واجباتي ما راكمش على نفسي. وحلمي هو مثلا اني احاول انه اكون شخص بعلم الناس. انت فاهمني؟ يعني اهداف واحلام. الحلم بتاعك انك تكون شخص بتعلم الناس، تطور منهم. تقول حلمي افتح قناة على اليوتيوب وتكبر. يعني بص، حتى اللسان هو اللي بيقولها. حلمي افتح قناة على اليوتيوب وتكبر واكون شخص مشهور بالاسم زي إيلون ماسك، ومثلا اعمل حاجات كتير واغير من عقلية العالم ده كله وكده. فبالتالي الناس بتغفل عن الحاجتين دول، الحلم والهدف. وانا اديني جيت علشان اقول لك ايه الحلم وايه الهدف وازاي تستغلهم وازاي تنظم حياتك. يعني لان يعني معظمنا، انا اللي خلاني اعمل الفيديو ده، شفت ورقة شخص عندي في البيت، اخويا يعني، لقيته ماسك ورقة من 2024 كاتب بيها انا لازم اعمل كذا 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 واعمل كذا. قال لا، طب انا ما شفتش حاجه هو عاملها اصلا. فبالتالي لما رحت وقرات واتمعنت كده في الموضوع كويس، لقيت انه في اهداف وفي احلام. لازم ادخل الجامعه، حلمي افتح قناه جيمنج على اليوتيوب، حلمي مش عارف ايه، هدفي كذا. فلما فصصت الموضوع فعلا لقيت انه في احلام وفي اهداف. فمعظمنا بيغفل عن الامور دي كلها. وانا جيت علشان اوعيك. بالتوفيق للجميع، ما تنسيش الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم.